السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعبد في غار حراء نزل عليه سيدنا جبريل، أول مرة يشوف ملك وأول مرة يقابل سيدنا جبريل. النبي رجع للسيدة خديجة وهو خايف ومرعوب، فقال لها زملوني زملوني، دثروني دثروني. يعني الزوجة هي الحضن الدافئ لزوجها في وقت الأزمات. السيدة خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قولا بليغا، يعني إذا نظرنا لهذا القول وتأسينا به، وكانت كل زوجة هي السند النفسي لزوجها عند الأزمات، فيعني كفى به قولا. فما هو هذا القول الذي قالته السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءها مرتجفا؟ وهل كل زوجة فينا بتذكر جوزها بمناقبه وفضائله وخصاله الجميلة لما يكون في أزمة نفسية، ولا لما يقع تقول له مش قلت لك، لو كنت خدت بشورتي، لو كنت سمعت كلامي؟ احنا بنتعلم من السيرة النبوية ومن أمهات المؤمنين ومواقفهم وأقوالهم وأفعالهم، لأن هم قدوة لينا مع أزواجنا. رابط جروب الإجابات موجود في أول تعليق تحت الفيديو، منتظرين إجاباتكم. اسم الجروب اللي عليه الإجابات والجوائز اشحن قلبك وموبايلك، منتظرين إجاباتكم. شكرا، سلام عليكم.